بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء أصدقاء الجزيرة الرياضية، عشاق كرة القدم السعودية، لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. الليلة تزاحمت فيها الشعارات ما بين أخضر وأصفر وأزرق، أو بالتعبير الصحيح الأزرق والشعار الأصفر امتزجا فولد اللون الأخضر في المدرجات. الليلة سبقت الفريقين كل العبارات، وتخط بعد اللقاء عبارة واحدة لأحد الفريقين: مجد منتظر من خلال مواجهة هذا المساء. الأحاديث تنتهي ولكن الكرة من تتكلم الآن. الهلال إلى يمين السادة المشاهدين، النصر إلى اليسار، ضربة البداية هلالية. الفريد يلعب كرة إلى كريستيان فيلهامسون يخسرها، ترجع للشلهوب إلى الأمام أحمد علي والتصويبة مرة سهلة إلى العنزي. الهلال هو صاحب المبادرة في هذه المباراة، هو من يبدأ المواجهة، والكرة من أحمد علي أيضا وصلت إلى عبد الله العنزي. بدر مطوع يتقدم، مطوع يمرر، يلعب كرة عند سعود حمود، هذه خطيرة، وسعود حمود تصويبة أولى في المباراة، تطلع لركلة ركنية. التهديد النصراوي الأول خطير، الهلال صوب وهدد لكن بدون خطر. هذا التهديد الأول النصراوي يأتي بكل الخطر من سعود حمود بعد التدخل من حوساوي، والكرة لخارج أرض الملعب لضربة مرمى أو ضربة في السيمي فاينل. انتهت 1-0، والمباراة الثانية هدفه العام الماضي في الأشواط الإضافية. الفرادي يمرر إلى أحمد علي، بعد ذلك عبد الله الزوري يلعب كرة عرضية مبعدة من حسين عبد الغني، ترجع مرة ثانية مرير رادوي بالراس، تتصلح لأحمد علي، مقطوع الكرة لصالح الفريق النصراوي. أحمد الدوخي ياخذ كرة بالجهة اليمين، يقطع أحمد علي، ياخذ الكرة في اليسار، أحمد علي خطيرة، وتصويبة من أحمد علي إلى خارج أرض الملعب، إلى ضربة زاوية، إلى ضربة مرمى. أحمد علي سريع، أحمد علي مثير، لكنه حتما لا يدل للمرمى، ما يدل للمرمى أحمد علي. المشكلة الحقيقية اللي تواجه إلى محاول الهلال ليونغ بيو، إلى ويلي كريستيان فيلهامسون، يلعب كرة ساقطة ممتازة عند ليونغ، الكرة وصل وبعد ذلك إلى خارج أرض الملعب. وصل الهلال في أخطر كرات شوط المباراة الأول. الزعماء يريدون أن يحسموها من بدايتها. هذه الكرة الماضية من وليد وصل فيها الكرة إلى قلب منطقة الجزاء، تجرأ الهلال على النصر لكن لم يتجرأ النصر من هذه الجرأة. الكرة إلى خارج أرض الملعب، وصلت عند أحمد عباس انطلاقة، عباس ممتازة وتصويبة. أوه يا عباس، أوه يا الماس، عباس كرة إلى خارج أرض الملعب. صاحب المتعرجات في مشوار الكروي صوب الكرة الماضية المتعرجة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. أقول متعرجات في مشوار الكروي عطفا على بداية مع الكرة اللي كانت مع ناشئين الأهلي. ضربة حرة مباشرة ملعوبة أو ضربة زاوية ملعوبة قدام منطقة الجزاء إلى ويلي. غبار الرياض يغشي على عيون لاعب الهلال ويغشى على عيون ماجد المرشدي من غبار الرياض، وتضيع فرصة الهدف الأول لكريستيان فيلهامسون، والكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. شوف المحاولة مرة ثانية، ولي لاعب بحجم ولي وبقدر ولي وبإمكانية ولي يضيع مثل الكرة الماضية، وسعود حمود في فرصة الآن واصلة عند حسن عتيبي. هجمة سريعة مرتدة على طول من النصر، مباشرة وصلت إلى حسن عتيبي على مرمى النصر. جمهور النصر يخشى الكرات الثابتة الهلالية خشية من مرير رادوي اللي يلعب كرة ثابتة. جول! محارب الرومان يسجل أسبقية الهلال للأزرق، تعظيم سلام، ويقول الوعد في يوم الختام. مرير رادوي يسجل مبكرا الدقيقة 18، محارب الرومان يسجل للهلال
تصويبة في حائط الصد، بعد ذلك تتوجه مباشرة إلى يسار العنزي. النيران الصديقة تغدر بالعنزي إلى أن يسجل الهلال هدف الأول في شوط المباراة الأول. في أستراليا هناك قصر تجربته إلى جانب النصر، كرة اللعب إلى أحمد علي، محاولة أحمد علي واصلة إلى مخالف الآن على أحمد علي، في متابعة أيضا جوناثان ماكي الذي من الممكن أن تسميه الميناء الذي يقدم التسهيلات لدخول منطقة الجزاء. جوناثان ماكي ربما يتنبه السيد دراجان إلى على مشكلة في خط الدفاع. أحمد الدوخي يلعب كرة ساقطة الآن ملعوبة مقطوعة، والتدخل من دفاع الهلال واصلة للنصر، عباس وتصويبة قوية وصلت لحسن عتيبي. أحمد عباس في تصويبة قوية، الكرة ساقطة، ما في تغطية، ما في متابعة للموجود وحيدا. أحمد الفريدي اللي يلعب كرة عرضية عند أحمد علي، وطار النسر الفرعوني، وكاد أن يطير الأزرق ببطاقة المباراة وببطاقة الترشح. شوف العرضية، شوف العرضية، وشوف النسر الفرعوني حينما يستعرض، والكرة عبد الله العنزي يطلعها إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية لصالح الهلال. وهذا مشجع نصراوي من خارج الحدود، عاشق النصر، تواجد في مدرجات الأصفر، وكرة من حسين عبد الغني على طول إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى بعد ذلك لمصلحة الهلال الكرة الماضية. لاحظ الإعادة بالبطيء لحسين عبد الغني، التصويبة للكرة الثابتة الماضية إلى خارج أرض الملعب. ينتظر بقية، يتقدم، يعدي أسامة هوساوي، يخطف الكرة أسامة هوساوي، يطلعها إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. حكم المباراة يأشر بطاقة صفراء على سعود حمود، بطاقة صفراء على سعود حمود. شوف الإعادة بالبطيء لسعود حمود اللقطة الماضية، يرى فيها حكم المباراة تمثيل، أشهر بطاقة صفراء لسعود حمود مع اللقطة الأخيرة. ضربة حرة غير مباشرة إذن في هذه اللحظات بكرة عند ليونغ يعدي، يلعب كرة بيسرى إلى داخل منطقة الجزاء، إبعاد، واصل الشلهوب، والتصويبة من بين الأقدام مرت إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية، من بين الأقدام مرت إلى ركلة ركنية لضربة الزاوية. جابرييل كالديرون ينشد النجاح مع هذه المباراة، في لحظات يشكك بقيادته وقدرته بصافرة مخالفة لصالح النصر. تقريبا شوط المباراة الأول سوف يكون كذلك مشاهدينا الكرام بتقدم الهلال بهدف وحيد من ضربة حرة مباشرة لميرير رادوي، ارتدت من حائط الصد، معلنا عن نهاية شوط المباراة الأول من مواجهة الديربي، من المواجهة التقليدية ما بين النصر والهلال، بتقدم الهلال بهدف وحيد عن طريق ميرير رادوي من ضربة حرة مباشرة جاءت في حائط الصد النصراوي إلى شباك عبد الله العنزي، مغالطة حارس النصر الصغير العنزي، الحارس القادم بقوة. إذا لم يبقى كلام في أرضية الاستاد، الكلام في الاستوديو التحليلي لشاشة الجزيرة الرياضية مع الزميل عبد العزيز البكر. بعد الفاصل نتواصل مع الزميل عبد العزيز، إليك الكلمة، تفضل.